السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. اليوم جبت لكم طريقه كيفاش ديروا دجاجه محمره في لاكوكوت بلا ما. قطره تاع ما فيهاش. هنايا بديت نوجد في التتبيله تاعي. درت هنايا ثوم مربي، درت 5 سنات تاع ثوم كبار مربيين، درت مغرف طماطم مصبره، درت شويه تاع زعتر، شويه تاع الملح، وهنايا التوابل درت شويه تاع سكينجبير، شويه تاع كركم، شويه تاع زعفران، شويه فلفل كحل، شويه قرفه، شويه فلفل عكري حلو وحار، وشويه تاع راس الحانوت والملح. وهنايا درت مغرف تاع عسل. العسل يعطيكم واحد التحميره للدجاج تاعكم. لا درتوه في الكيكوطه ولا في الفور، يعطي يمد نكهه هكا مليحه. ودرت هنايا فنجان غير ربع تاع خل، ودرت معاه نص فنجان تاع الزيت، خلطهم مليح. وهنايا الدجاجه تاعي كنت شوطتها وغسلتها مليح بالماء والخل وخليتها قطرت مليح من هذاك الماء. ومن بعد درت في وسطها ورقه تاع رند. وهنايا الروز كان عندي بخاسك طايب، نص طياب بصح طايب. درتها في هذيك لا ماريناد اللي بقات لي، ونعمر به الدجاجه تاعي ونخيطها. هنايا سيو كيفاش تخيطوها، وهذوك الكرعين تاني في خطيحه لي كويس، سيو كيفاش تبلعوهم مع بعضهم باش من بعد كي تقلوا الدجاجه تاعكم ما تغبنكمش. كيما قلت لكم انا درتها في كيكوطه. نتوما لا درتوها في الطاجين ديروها شويه بكري وخلوها ابتي فو باش طيب لكم. هنايا كي وجدت الدجاجه تاعي دو بريفيرونس تخلوها تريح على الاقل نص ساعه ولا ساعه باش تشرب هذيك التتبيله. ومن بعد في لاكوكو تاعي درت شويه تاع الزيت وقليت الدجاجه تاعي هنايا من كاع لي كوتي، من كاع الجوانب قليتها من التحت من الفوق ومن الجوانب. كما قلت لكم ما غادي ديروا فيها ما والو، غادي الدجاجه في روحها تطلق هذاك الماء الطيب غير في هذيك لاصوص تاعها. والتتبيله تاعنا تاني فيها الثوم، فيها الخل، فيها الزيت. تما ما تحتاجيش الماء. هنايا درت نص كاس تاع الزيت وحطيت الدجاجه تاعي ونبدا نقلي فيها هذيك التتبيله اللي بقات لي في البلا. دوك نمسحها ونزيدها من بعد. انا هنايا الدجاجه تاعي رافقتها مع شويه تاع لي فريت ودرت معاها شويه تاع بطاطا صوصي. هنايا الدجاجه تاعكم من بعد اللي طيب غادي تطلق لكم لاصوص، تنجموا تقطعوا بطاطا دي رونديل وديروها طيب في هذيك لاصوص تجيكم تاني بنينه. شوفوا هنايا الدجاجه حمرتها، ماشي خليتها دوغي، حمرتها كيما تشووها في الفوغ تجي هذيك التحميره. ثاني هنايا حمروها مليح ومن بعد نقصوا النار، خلوها هي خلوا لاكوكو تاعكم كي تبدا تصفر نقصوا للنار كاع وخلوها. هنايا من بعد درت شويه تاع الثوم وزدت هذيك التتبيله اللي بقات لي. كما قلت لكم كي تبدا تصفر نقصوا لها وخلوها ماكسيموم تديكم ساعه ونص. انا هنايا درت لي ساعه، خاطر الدجاجه ماهيش كبيره بزاف، وكما شفتوا نصها راح في الكيكوطه طابت حتى اللي تفتت. وهذه هي النتيجة. وكان هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم. نتمنى تسيوها ولا سيتوها عجبتكم. خلوا لي تعليق وما تنسوش كما نقول لكم دائما خلوا لي جام.